ولئن أذقناه يوم رحمة أبو خيري جيني منا نبرا يوم دمسيفنه من بعد دراء أمسته إيغا چنقيسته إتأتي جدوبا كالفقر مسكين ما فيه وفقد الأولاد المان أبودا وغير ذلك وان بروتيس جدوبا خسارة الددا وقام السطو إيغا چنقين تنطوي تغودا لا يقولن نجان نمو هذا لي خنا دلغتين اركد جاجي هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس يقولن نجاجين قال مجاهد نجاجي هذا بعملي خنا قرتي علمي دلغاتي يعني اركد جاو وانا محقوق بينات إساق قدما دجادوما وقال ابن عباس عبد الله عباس نجا يريد غرتين فدجدوا من عندي قلنا براي يجود فده وقوله ما سيربيتيا قال نجي انما اوتيت خنين سخنمه على علم عندي بكم سنبر جررتي جاو قال قتادة نجي على علم بكم سمني نراتي ما جت قال ابن عباس نجيجيو يريد نفعل بقوله هذا لي يجو سنتي آية من عندي جاجيو خوني غرتي بكم سنبراته جاجيو قال ابن عباس نجي من عندي جاجيدوبا طالع قال قتادة نجي على علم بكم سمني نراتين نكاد بوجوه المكاسب أكانت دلغدو وأكانت دلغدو بخاين أركان سيسي جاو ورخون إذن جان تفسير خيستي على علم من الله أني أستحق وجود على علم بكم سمن الله رب الراتين والرب النبي خفنا خنه أني له أهل أن ساملاته بيننا خنّي أني مستحق له أن أعطي ساق قد تابعين خنّي جاي تشورجي هذا قول مجاهد تفسير مجاهد أوتيتو يجاني سنين كنمي وانين شرف قبوبين كنمي أوتيته على علم عندي وربي نخبجي جنا خنه چوها قال انما اوتيته على علم لا درا مسته لا يقولن هذا لي دو قول انما اوتيته على علم عندي يجون على شرف عندي لان العلم من الشرف علم فيه شرف الراي چنا وهذا معنى قول مجاهد يجمع يايد معنى دا أوتيته على شرف خجيسا سسن فسر شرف نگرتے مجاهد اتفاد سني على علم من الله أني أهل جيتشو سن اتفاد على علم من الله أني له أهل نيسا أني ساني ملي جيتشو سن أوتيته على شرف جيتشو وانين شرفك أبو في مليني أكسنا خنّي جيتشو الاتفادي شرفك يربي بيخي وعن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لك يقول غجو بني إسرائيل نمني سدي ور بني إسرائيل الله أبرسا تبقى برس كوجو وأقرع خون دبادا وعما خون بلادا فأراد الله رب النفدج وفي رواية بدا لله أن يبتليهم جتشجرا هذا رواية سنسيتنا فسرا ولا نجيز على الله البداء كما أجازت الشيعة والرافضة البداء على الله تعالى
ويعبدون الله تعالى بالبداء بداء ربي قبرني بداء جتون أن يبدو لله ربهم اللجودا ما لم يكن يبدو له من قبله والندران ساب خمولة تنتهين سام اللجودا البداء الظهور كما قال الإمام الشيرازي في شرح اللماعي فبعث إليهم قرساني نيرجي ملكا ملائكة ربي نيرجي فأتاني لكي الأبرس إيسا برس كبدي فقال نجي أي شيء مما لي تحب إليك سبيل الجالة قال نجي لون حسن بفقاري وجلد حسن قلوغاري نبي الجالة ويذهب عني نرى دبمودان فدا الذي قد قدرني الناس إني نمني نانجب هنجيو نجي نماك خناسي فذهب عنه كستر راديم قدره ينا وني نمني جبوسا فأعطيني خنمي بفقاري وجلد حسنا قلوغاري خلوغاري نخنمي قال نجي ورير راحمت جالة مغرهة الجنان قال نجيني علي بلو قال جو والبقر أو البقر شك من الراوي جونا شك إسحاق وخن ولا راويت إسحاق شك يدو فوطياني خنمي ناقة وشراء هو قال قراء قبض خنمي جو إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص بدل أبر وأقرأ بدا أراد الله أتش خبري إن ثلاثة من بني إسرائيل جمال جي الفاء زائدة زيدا لتبجين اللفظ الناني هايا أراد الله يجودا جملاتنا خبرقونا جيو فقال نجيني إن ثلاثة بن إسرائيل أبرص جي أكنا جدو بلا لما إن ثلاثة كائنا من بني إسرائيل في محل النسب نعت لثلاثة وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب أبرص في جلدة برص جتشودا أقرأ أعمى فأراد الله وفي بعد النسخ أراد الله فعلى إثبات الفاء يكون خبرا إن معزوفا دل عليه سياق تقدير إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم ولا يمكن أن يكون أبرص وأقرأ وأعمى خبرا لأنه بدل وعلى حذف الفاء يكون الخبر جملته أراد الله فاتين زايدات أنغوني غاني نينو تزايدات نغونا حجات قمنا نغونا فقال بارك الله لك فيها مالف جناني مبتدأات معنى شرطي قبا في الأموم خيست إن ثلاثة جيني فقال لجي بارك الله لك فيها رخا خيس رب سياخا يجدو قال نجي إلى قراء اتشتابي والله فأتى الأقرأ ولا برساسا الدامنا